ماشي سهله. الحمد لله حضرنا لها مزيان وكانت ظروف ملائمه. وكنقول للجماهير الوداديه ان شاء الله غادي نمشيو لابعد نقطه، ولما لا نفرحوهم ان شاء الله بلاكو. ايمن، الجمهور الودادي كله وضع يده على قلبه من بعد ما سمع ان ايمن موعد شويه في لي هونش. واش تقدر تطمن الجمهور انك غتكون حاضر في الماتش؟ وكنبغي نقول للجماهير الوداديه ما تخلاش وكنطمنهم ان شاء الله. الحمد لله درت لي راديو ديالي، ما عندي والو، وان شاء الله غدا نكون موجود ان شاء الله، ونكون في حسن نظر الجماهير المغربيه والوداديه. ايمن، الجروب اكيل بوان موتيفي كتحس بهم على انهم باغيين يفرحوا الجمهور الودادي ويتاهلوا غدا؟ وهما الدراري راه عارفين اللي عليهم، والحمد لله فريق الوداد البيضاوي في المباريات الكبار كيكون في الموعد، وكنبغي نقول لهم ان شاء الله غادي نكونوا في حسن الظن ديالهم ونفرحوهم ان شاء الله. ايمن، اسبوع ديال المنتخب المغربي ظهر بشكل رائع في كأس العالم، هذا الشيء كيف ممكن يؤثر ايجابيا على الوداد؟ وهو المنتخب الحمد لله حقق واحد المبتغى مزيان، وداروا علينا لا بريسيون ان شاء الله باش نزيدوا حتى حنا نكملوا في داكشي اللي مشاو فيه ونمشيو لابعد نقطه ان شاء الله. ايمن، اسبوع عن نادي الهلال كابتن، وهو النادي كبير وقوي، والحمد لله تفرجنا في لي فيديو ديالو وعرفنا نقاط القوه ديالهم ونقاط الضعف. ان شاء الله غادي نكونوا في حسن الجماهير الوداديه والمغربيه. ايمن، اسبوع ديال التحفيز كانت كتوصلكم الاصداء ديال الجماهير ولا تحفيزكم؟ وهي ضروري ما غادي توصلك، وان شاء الله غادي نظهروا بواحد الوجه ان شاء الله مزيان ونفرحوهم ان شاء الله. شكرا. والحمد لله هادشي علاش حنا كاينين هنايا، اننا باش نشتغلوا ونستعدوا ذهنيا وبدنيا. الحمد لله اشتغلنا هذا الاسبوع هذا كامل بما فيه الكفايه. ان شاء الله المقابله ديال غدا ما غاديش تكون سهله، غادي تكون صعيبه امام بطل اسيا. كنتمنى من الله اننا نكونوا في نهارنا ونفرحوا الجماهير الكبيره اللي غادا تكون داعمانا ان شاء الله. عطيه الله كثرت الهضره بزاف في الاسابيع القليله الماضيه، عطيه الله غيبقى، عطيه الله غيمشي، جاو مونبوليي مشاو. واش انت التركيز ديالك كله باقي مع الوداد؟ طمن الجمهور الودادي على هذا النقطه. الحمد لله، اي حاجه اللي كتجي مع الله مرحبا بها. الحمد لله انا دابا باقي مع الوداد الرياضي، الخير فيما اختاره الله، والتركيز ديالي كامل مع الوداد باش نحققوا المونديال اللي يكون التاريخ ان شاء الله. يحيى واحده من اهم المحطات في التاريخ ديالك الكروي، كاس العالم للانديه. داز اسبوع ديال التحضيرات، واش نقدروا نقولوا بلي الجروب اليوم واجد باش ياخذ الماتش ديال غدا؟ اكيل بوان نتوما موتيفي واجدين غدا باش تاخذوا المقابله؟ الحمد لله حنا واجدين، مادام كاينين هنايا كنستعدوا للمقابله ديال غدا، الا حنا واجدين. كما قلت لكم راه واجدين ذهنيا وبدنيا، وان شاء الله غدا نكونوا في نهارنا باش نفرحوا الجماهير اللي غادي تكون مورانا ان شاء الله. يعني والفعل الحمد لله يعني درنا واحد المجموعه ديال الاجتماعات بيناتنا لاعبين باش نحاولوا ما امكن ندخلوا جميع المجموعه جميع اللاعبين في الاجواء باش نقربهم اكثر، باش يكون واحد الحضور ذهني قبل. فكنتمنى ان شاء الله كلشي يكون استوعب الدروس اللي درنا في هذا الاسبوع، يكون كلشي واعي بالمسؤوليه كنتشادرنا، باش كيف قلتي ان شاء الله هذا الفريق خصو يكون الاسم ديالو خصو يكون دائما مع الفرق الاولى ومع الفرق اللي كتلعب على الالقاب. دونك الحمد لله يعني كلشي واعي، كلشي حاس بالمسؤوليه كنتشادرنا باش ما امكن ان شاء الله نقدموا شي مباراه كبيره غدا ان شاء الله وتكون مباراه صالحه. يحيى الجمهور السيمانه ديال التحضير ديال التهيئ كانت كتوصلكم الاصداء، انطباعاتكم على هذا؟ وبالفعل يعني كتوصل الاصداء يعني لا من الجمهور لا لي سوسيو ميديا موجودين، فكلشي كيوصل. الحمد لله كلشي واعي كيف قلت لك بالمسؤوليه، كلشي كينتظر كلشي واعي شنو كينتظرنا. دونك الحمد لله حضرنا طيله الاسبوع، حضرنا بواحد الجديه وبواحد العمل. دونك كيبقى مباراه الغد ان شاء الله خصنا نكونوا موجودين في داك لو ماتش ان شاء الله باش نقدروا معاهم كنحسموا اللقاء الصحيح. يحيى، انت كنتي مع المنتخب الوطني وشفتي الفرحه فاش وصلنا لكاس الناس في نهائي كاس العالم للانديه، واش كاين هذا الحافز وانت شفتي كيفاش المغاربه كانوا فرحانين على اننا نوليو نعاودوا نفرحوا المغاربه في كاس العالم للانديه؟ واش هذا هو الحافز؟ هو بالفعل يعني عطانا واحد التكليف كيف كنقولوا، لا سيما المنتخب الوطني شفتي قبل اسابيع شنو حقق. فكيف قلتي دابا غيكون الضغط علينا شحال ان شاء الله باش نكملوا داك التوهج ديال الكره المغربيه، باش ندخلوا الفرحه الثانيه للشعب الودادي والشعب المغربي. دونك ان شاء الله نتمنى نكونوا في مستوى ان شاء الله باش ندخلوا فرحه. الى وصلتي لهنا كنقول لك شكرا بزاف على المشاهده. كنتمنى قناتي تفعل يوما ما، لانه عندي هدف اسمى الا وهو نعاون بها الناس اللي محتاجين. شكرا على المشاهده.